السلام عليكم. بما ان انا موجود اجازه في مصر، فعايز اقول رساله لكل صديق وكل اخ ليا مغترب. عايز اقول لك لو انت بتفكر ان انت تنزل نهائي في الفتره الحاليه او تكنسل اقامتك، فعايز اقول لك اغزي الشيطان وكمل في الغربه. عايز اقول لك انا عارف ومتاكد ان الغربه صعبه جدا وبيفوتك حاجات كتيره جدا، بيفوتك عمرك، بيفوتك حاجات ممكن تكون من اهم لحظات عمرك وانت بتكون مفتقدها بسبب ان انت في غربه. بس عايز اقول لك اصعب حاجه في الدنيا ان انت تكون مش عارف تلبي طلبات اسرتك لو انت مقيم هنا في مصر مش بتسافر. مش هقول لك ان الحياه هنا وحشه، عايز اقول لك ان الناس كتيره هنا عايشه ومتاقلمه وعايشه مع الموضوع عادي جدا، بس الناس دي عرفت تسيستم امورها على كده. انت كواحد مغترب مش هتقدر تتعايش زي ما الناس هنا عايشه. عايز اقول لك ان الناس هنا بدات تتنازل عن حاجات اساسيه ما كانش ينفع في يوم من الايام الناس تتنازل عنها. عايز اقول لك الناس لو كانت في يوم من الايام لو كانوا بيعملوا لحمه 4 مرات في الشهر، عايز اقول لك الناس حاليا حرفيا بتعمل مره او مرتين بسبب مشكله الاقتصاد اللي بتمر بها مصر. مش هقول لك ان البلد وحشه، البلد جميله جدا. البلد ناس كتير عايشه فيها، ولو اي واحد نازل من اي دوله عايز يعمل فتره سياحه هيقدر يعملها هنا في مصر بالنسبه لفرق العمله وكده. بس احنا كوافدين بنسافر ان احنا نعرف نتعايش هنا، الموضوع محتاج منك تفكير كتير جدا، والخطوه دي ما تفكرش فيها في الوقت الحالي، محتاجه منك سنه او سنتين قبل ما تفكر فيها. عايز اقول لك عشان خاطر انت كواحد مغترب تعرف تستقر هنا وتعيش في مصر، عايز اقول لك انت تكون شريك في بنك او تكون انت راجل صاحب بنك. الموضوع هنا محتاج مصاريف كتيره جدا ومحتاج مجهود كبير جدا. الناس هنا بتشتغل 24 ساعه عشان خاطر تعرف تلبي طلبات اولادهم، بس مش تعمل حاجه، لا ده يلبوا الاكل والشرب وحياتهم اليوميه تمشي. عايز اقول لك انا متعاطف جدا مع كل شاب ممكن يكون محتاج ان هو يتجوز. الشباب هنا بتشتغل ب 24 ساعه عشان خاطر يلبي طلباته الشخصيه اللي ممكن يكون بيتعايش بيها، مش يعمل شقه او يعمل حاجه ثانيه. عايز اقول لك ان ربنا يعين الناس اللي عايشه هنا وربنا يقويهم على اللي هم فيه، وان شاء الله ازمه وتعدي بيها البلد. بس انت كواحد مغترب، وانا نصيحتي كواحد مغترب ما تفكرش تاخد القرار انت تنزل نهائي في الوقت الحالي. عايز اقول لك انا واحد من الناس كان الجواز بتاعي قرب ينتهي، كنت بعمل حسابي اللي انا ممكن اجازه او كده والامور الواحد يعرف يستقر هنا. بس بجد انا النهارده رايح اعمل جواز جديد عشان خاطر بجد الموضوع لسه بدري خالص وما نقدرش ناخد القرار ده في الوقت الحالي. اغزي الشيطان وكمل في الغربه. ممكن يكون في مشاكل بتمر بيها في الغربه، حاول تشوف اقامتك، حاول تجدد اقامتك، حاول تتحمل اي حاجه ممكن تكون بتشوفها في الغربه احسن من انت تتحملها هنا، وللاسف مش هتلاقي المقابل بتاع التعب اللي انت ممكن تكون هتتعبه. كمل في غربتك واغزي الشيطان، والسلام عليكم، اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين.